الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. نقول صاحبة رؤية اليوم أنها في بداية الحرب دعت الله عز وجل أن يبشرها وأن يطمئن قلبها على حال أهل غزة وما يقع لهم، فأراها الله سبحانه وتعالى هذه الرؤيا كأن الله عز وجل يقول لها أن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون. تقول: رأيت كأن امرأة ومعها أطفالها يهود، كأنهم يهود، وهؤلاء الأطفال كأنهم يقفون على منصة متحركة تشبه القطار، يعني منصة غير ثابتة تتحرك تشبه القطار. كانت هذه المرأة وأطفالها في الظاهر وفي العلن يتظاهرون بالبكاء وبالأذى، بمجرد أن يبتعدوا عن الأنظار يتشاجروا ويتشاحنوا فيما بينهم وبينهم غضب شديد. ثم ظهر خادم عجوز، هذا الخادم هو خادم لليهود ولهذه المرأة وأطفالها، باح للرؤيا فقال لها أنه يكره هذه المرأة ويكره اليهود ويجمع أدلة ضدهم، ولكنه لا يستطيع أن يعلن عن ذلك. ثم أخبر الرؤيا أنه يقوم بسلسلة من الخطط ضد هذه المرأة وأطفالها. تقول الرؤيا: فقلت سبحان من يدبر الأمر، وقع في نفسي أن هناك سلسلة من الأحداث ستقع لهذه المرأة لكن في الوقت المناسب. أما هذه المرأة وأطفالها فكانوا يؤوون إلى منزل مظلم وبه غرفة مظلمة يشرب فيها الخمور وترتكب فيها المحرمات وأمور سيئة كثيرة. ودخل هذا الرجل، كان هذا الرجل الخادم العجوز دخل إلى هذه الغرفة المظلمة ووجد فيها ورقة اتخذها كجزء من الأدلة ضد هذه المرأة اليهودية وأطفالها، ثم كأنه كشفها على انستجرام. هذه المرأة ترمز لرأس الشيطان، ترمز لأمريكا. أما عن أطفالها كأنهم يهود ويقفون على منصة غير ثابتة متحركة، فهم يرمزون للكيان الصهيوني، لأنهم لا أرض لهم ولا وطن لهم، لذلك يقفوا على منصة غير ثابتة. لذلك من التشبيهات المعروفة منذ زمن تشبيه الكيان الصهيوني بأنه الطفل المدلل لأمريكا. في الظاهر وفي العلن يتظاهرون بالبكاء وبحال عكس ما يخفونه في الخفاء، غضب شديد، مشاحنات ومشاجرات، كما قال الله عز وجل: بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا هو حالهم بالفعل، المشاحنات والمشاجرات بينهم والاختلافات لا تنتهي. ثم يظهر هذا الرجل العجوز الخادم، خادم لهذه المرأة وخادم لأطفالها أو خادم لليهود. هذا الرجل يدل على من تنصبه أمريكا، خادما لها مواليا لها، يبقى ذليلا، يبقى محتاجا إليها، ولكن سبحان من يضع في قلبه الكراهية لهم، لأن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وإنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. يجمع الأدلة ضدها في الخفاء، يدبر سلسلة من الخطط بالضبط كما يقول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه الرؤيا فضحت أمريكا، فضحت رأس الشيطان، فضحت الدولة التي تتظاهر بالقوة، لأن هذه المرأة ومعها الأطفال اليهود كانوا يلجؤون إلى منزل يمتلكه رجل وامرأة عجوز، منزل مظلم وفيه غرفة مظلمة تنتهك فيها كل الأفعال السيئة. هذا دليل على أن هذه الدولة التي تتظاهر بالقوة إنما هي في قبضة يد حركة ومنظمة صغيرة تسيطر عليها، تتحكم فيها في قراراتها، في تصرفاتها، تدبر لها كل الأفعال الخبيثة في الخفاء، وهي عليها التنفيذ دون تفكير. ثم أخذ الورقة كأنه عرضها على انستجرام، هذا معناه أنه يصدر حكم يجرم أحد الكيانات الكبرى المعروفة وينتشر ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.